استراتيجية تحديث وعصرنة جهاز الأمن الوطني وتطوير البنية الشرطية، وذلك بالشكل الذي يمكنها من مواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها المنظومة الأمنية من جهة، وضمانا للفعالية والاستجابة الفورية لانتظارات المواطنين في مجال الأمن من جهة أخرى. وأبرزت المديرية أن الزي النظامي الجديد تتوافر فيه خصائص تشخيصية تسمح بالتعريف بالموظف والموظفة، بحيث يحمل شارة صدرية معدنية تتضمن هويته أو رقمه التعريفي، كما يحمل شارة على الكتف تدل على الفرقة أو الوحدة الأمنية التي ينتمي إليها، وذلك بشكل يسمح بتوطيد الشفافية في عمل مصالح الأمن الوطني. المديرية العامة للأمن الوطني أضافت أن هذا الزي يحتوي على عدة علامات تعريفية مميزة تدل على جهاز الأمن الوطني، من قبيل الشارة الصدرية المعدنية والشارة القطنية باللون الأحمر على مستوى الكتف، اللتين تحملان شعار الشرطة، فضلا عن إكسسوارات معدنية أخرى على مستوى ربطة العنق وقبعة الرأس وغيرها. وعلاوة على هذه العلامات التشخيصية والتعريفية المميزة، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على أن يتلائم الزي النظامي الجديد مع المهام الميدانية لمختلف وحدات الشرطة، وأن يساعدها على الاطلاع الأمثل بمهامها، بحيث تم تخصيص زي خاص بكوكبات الدراجين، وزي خاص بفرق التدخل، وزي خاص بفرق الهيئة الحضرية وشرطة المرور، وزي خاص بشرطة الحدود، مع اشتراكها جميعها في العلامات المميزة الموحدة التي تدل على جهاز الأمن الوطني. وتعلن المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستشرع يوم الأربعاء 11 يناير الجاري ابتداء من الساعة 6 صباحا في العمل بالزي النظامي الجديد الخاص بموظفيها.